هو أنا جيت إزاي يا ماما؟ واحدة من الأسئلة اللي بتعمل مفاجآت للأم. علشان كده إحنا عايزين نقول إزاي نعمل ده، وإزاي نجاوب على السؤال ده، ونساعدِك إنِّك أنتِ ما تتخضيش من الأسئلة الصعبة. مهم نغرس في الطفل شوية مبادئ، ونتكلم عن الجواز، ونفهمه يعني إيه جواز، وإن الجواز ده يعني خطة من ربنا حلوة جدًا، وإن الله وضع نظام الجواز، وإن ما ينفعش الأطفال بتيجي من غير جواز، ولازم تيجي من راجل وست، علشان الحتة دي مهمة نأكد عليها جدًا، وإن الجواز بيحصل بموافقة العيلة والكنيسة، وبيبقى فيه إعلان واضح قدام كل الناس إن في جواز، بيبقى فيه فرح وناس بتحضر، وبتبقى فرحة كبيرة وحلوة جدًا. ومهم كمان الواحد يفكر قبل ما يختار شريك الحياة، يعني أنت بتدي ابنك فكرة كده عن معاني الجواز، ويا ريت نبقى مبتسمين وبنتكلم عن الجواز بشكل حلو. بلاش ننقل خبراتنا السلبية للولاد، يعني بلاش نقعد نقول الجواز دي حاجة وحشة، والجواز مش عارف ايه، والرجالة مالها والستات مالها. بلاش نعمل كده علشان ما نشوهش المعاني الحلوة اللي ربنا خلقها وحطها كنظام في الحياة، بلاش نشوهها عند الأطفال. فنقول لهم إن الأطفال بتيجي لما الراجل وست يتجوزوا، والراجل بينتج حاجة زي البذور دي بتكبر وبتنمو جوه بطن الأم في مكان اسمه الرحم، وربنا بيرعى البذرة دي لحد ما تكبر ويبقى طفل جميل ويجي للدنيا. طب لو سألك البذرة دي بتتنقل ازاي، قول لهم، يعني لو ما سألكش ما تجاوبش، لكن لو سألك البذرة دي بتتنقل ازاي، قول لهم علشان هما بيحبوا بعض قوي، بيقربوا من بعض عن طريق حضن كبير. الحضن ده بيبقى بس بين الاتنين متجوزين، والحضن ده بتتنقل عن طريقه البذرة دي. وزي ما قلت لك، اهم حاجة ان انت تبقي هادية وتبقي مستعدة، ولو انت حاسة ان انت مكسوفة وشايلة هم الموضوع ده وان انت هتقوليها ازاي، ممكن تبتدي تقوليها مع نفسك كذا مرة وتسمعيها وتمثلي اللي انت بتقوليها علشان تتعودي عليها وما تبقيش مكسوفة وانت بتقوليها. ليه انت هتعملي المجهود ده؟ علشان انت لما تعمليه وتقوليه انت بتساعدي ابنك انه يعرف المعلومات الصح من المصدر الصح، بدل ما هو يروح يحاول يعرف من بره، او صحابه يقولوا له معلومات غلط فانت تقعدي بقى تصلحي في المعلومات الغلط. فلازم توعيه انت، وده دورنا وواحده من ضمن مسؤولياتنا تجاه اولادنا، ان احنا نجاوب على الاسئله الصعبه بتاعتهم.